السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده احنا في اول حلقه البودكاست اللي بقدمه لاول مره. فكره البودكاست ده هيكون تسلسل لحلقات كتير جدا بتكلم فيها عن ازاي تكون صانع محتوى. فبدات الفكره بشكل ما ان انا اجيب ناس تكون ليها علاقه بصناعه المحتوى واصلا شغاله بقالها فتره، وابدا اتكلم معاهم وادردش معاهم من باب ان الناس اللي ممكن تتفرج علينا تبدا تستفيد من المعلومات اللي احنا ممكن ندرس فيها في الاول. وبعد كده هبدا اتكلم في حلقات منفصله عن ازاي تكون صانع محتوى، بدايه من الكتابه، بعد كده التصوير، وبعد كده المونتاج لحد الببلش، وبعد كده تبدا تحضر فكره وتبدا تشتغل واحده واحده. والصفات اللي انت محتاجها كصانع محتوى. واخترت في البدايه يكون معايا فوزدو لان فوزدو انا شغال معاه بقالي 3 سنين، والشغل اتوطد بينا من 2021 في سلسله فيديوهات شورتس او ريل مدتها بتتراوح من دقيقه ل3 دقائق وممكن توصل لاكتر من كده. ولكن الهدف منها كان ان احنا بنعمل حاجه مختلفه بنوصل بيها رساله، ونحاول ان يكون ده حاجه بعيده عن المحتوى الهزلي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وعلى مدار 3 سنين في شغلي مع فوزدو اتعلمنا مع بعض حاجات كتير جدا. فعشان كده قررت ان احنا نبدا ندردش مع بعض سوا، خصوصا ان انا وهو فاهمين دماغ بعض شويه، وان هو يقول اللي عنده وبدأت اساله شويه اسئله ممكن تفيد كتير جدا من الناس اللي بتحاول تبدا صناعه المحتوى او مهتمه بالمجال او محتاجه تكون عندها خبره بشكل ما عن المجال. هرجع اوضح ان الهدف الغايه من الفكره الهدف الغايه من البودكاست ده ومن البودكاست اللي هتيجي بعد كده هو محاولة ان انا اتداول العلم اللي انا اتعلمته او الحاجات اللي انا استفدتها على مدار السنين اللي فاتت في مجال السوشيال ميديا او الكونتنت كريت. فبس انا مش هطول دلوقتي لان البودكاست هيكون فيه استرسال وحديث كتير، فخلينا نبدا على طول. وبس عموما قبل ما ابدا الحلقه، اول مره تتفرج علينا فما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، ولو المحتوى فعلا عجبك ما تنساش تعمل كومنت وتبعته لو حد مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. وان شاء الله اللي هيجي بعد كده على الشانل عباره عن حاجات شبه دي، بنتكلم عن ازاي احنا بنعمل الفيديوز بتاعتنا وازاي بعد كده تبدا تشتغل عليها لوحدك لو انت في البيت او انت معاك حد ممكن تعتمد عليه او حاجات شبه كده. صباح النور، عامل ايه؟ طبعا انت ضيف عندي جديد في الشانل، يعني يابا. انت الشانل كلها بتاعتك يابا اصلا احلى عندي. شانل يابا. احلى شانل يابا. بس النهارده يعني جينا ندردش معاك شويه كده. في شويه حاجات شايف ان هي قد تفيد الناس اللي بتتابعك وشايفه الشغل من بعيد. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، عرفنا على نفسك التاني. سؤال كليشيه جدا بس يعني التيوب فصل خلاص مش مشكله، مش هنضغط عليه خلاص، انا فصل. طيب نعيد من الاول بقى عشان لا عادي بجد. انا هسيب كل ده اصلا. انت مين يعني؟ انت بتعمل ايه او ايه هواياتك او الحاجات اللي انت بتحبها او كده؟ هو يعني لو حد ما يعرفنيش مثلا، فانا مثلا انا اسمي عمر فوزدو. بعمل فيديوهات سينماتيك، ما بتبقاش اللي هي فيديوهات وخلاص او فيديوهات بتتصور بالتليفون، لا بالعكس. انا معايا فريق عمل، طبعا انت من ضمن الفريق ده. الحمد لله. في كمان رضوان وراك كاميرا. طبعا احنا الثلاثه يعتبر شغالين مع بعض بقالنا كتير جدا. الحمد لله. وكمان في ناس شغاله معايا كتير قوي في التصوير والمزيكا والحاجات ديت، فالحمد لله يعني. ومعاك برضو ناس بتساعدك اذا كان في التمثيل او طبعا يعني كل الناس اللي بتمثل طبعا الحمد لله لما لك الحمد يعني بيتشافوا كويس وشغالين على اجمل وجه يعني. بس فانا بعمل فيديوهات بتعبر عن اللي جوانا دايما. بس ما لسه كنت هسألك في حاجة شبه دي. انت بتفضل ان انت مثلا في فيديوهاتك ان انت تكون شخص بيقدم حاجة الجمهور مستنيها، ولا اللي بيبقى دايما بيدور في دماغك او اللي انت مهتم بيه؟ دايما بشوف اللي انا مثلا بمر بيه الفترة ديت، لو قريب من ان انا اقدمه في فيديو بعمل ده، لان في فيديوهات كتيرة بتبقى قريبة من حياتي، وفي طبعا فيديوهات ما بتبقاش قريبه من حياتي خالص، ولكن بيبقى الناس محتاجاها انها تشوفها او محتاجه ان الناس تتعبر عنها بحاجه زي الفيديوهات ديت، فاهمني؟ فبحاول اعمل على قد ما اقدر كده حاجات تعبر عننا كلنا، مش عننا بس او عن الجمهور بس. طب جميل والله. الفتره دي بتشتغل على ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه انت شغال الفتره دي؟ الفتره ديت شغال على ان انا اكمل ال50 فيديو، لان لو حد متابعني المفروض خلاص هانت، فاضل تقريبا 5 فيديوهات كده. الحمد لله. بتصوير الفيديو بتاع النهارده؟ لا ده بالتصوير بتاع الفيديو بتاع النهارده كده فاضل 5. ما شاء الله. كده فاضل 5 كده اهوت، ويبقى رحله ال50 فيديو خلصت بحلوها بمرها. بس فده اخلص. بدات امتى بقى رحله ال50 فيديو؟ رحله ال50 فيديو دي بدات من 2021 رمضان 21. من سنتين من سنتين يعني ودينا في رمضان 2023.
طب خلاص يعني انا شايف ان احنا نخليها نقفلها سنتين، وفي خلال هو الشهر ده خلال الايام اللي نصور جايه ال5 ان فيديوهات شاء الباقيين الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بس يعني ايه بقى، اشوف لك مصور غيري. اصلا انا كنت عامل حساب عليك والله. لا صح، لا ان شاء الله انا هقفلهم معاك باذن الله. ان شاء الله. نعمل سوا نخلصهم سوا. طيب بعد رحله ال50 فيديو اللي بقى لهم سنتين دول، بتفكر في ايه بعد كده؟ ناوي ان شاء الله ان انا ادخل بقى اعمل افلام قصيره، بدل ما بتبقى بالطول لا تبدا بالعرض، بحيث ان يبان فيها الاخراج، يبان فيها انت ايه اصلا اللي التصوير. خلاك تبدا بالطول؟ عشان الريلز وعشان التيك توك وعشان الفيسبوك، الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا عموما. ده طبيعي. اوكي، هو ده اكيد طبعا كان بيساعدك في ان انت تجو ريتش شويه او بالظبط. يخلي هو الحاجة- الفيديوهات للاسف اللي بالطول هي اللي بتتشاف اكتر مم. من الفيديوهات اللي بالعرض، ولكن انا حابب دايما ان انا اجرب حاجات كتيره جديده، والكلام دوت ما بتفرقش معايا طب الريتش مهما حصل يعني. صح المهم اهم حاجه بس ده المحتوى. بيبان الحمد لله في شغلك، يعني ان الحمد انت بتهتم ان اللي يبان اكتر المحتوى او اللي انت بتقدمه، ايا كان بقى ميعاده او انا بس مش عايز الناس تفهم انك انت بتطبل لي عشان لا تشتغل معايا. خالص، دي بالله حقيقة، عليك. ده باين في شغلك والله. حبيبي ربنا يكرمك. لا انا بتكلم بموضوعية تماما، انا هنا مذيع حقيقي يعني، بعيدا عن ان احنا وانت اصحاب اصلا. حبيبي ربنا يكرمك. فانا حتى كنت عايز اوضح فكره ان انت الفتره اللي انت بقالك شغال فيها، ان انت على مدار سنتين لما تيجي تحكي لحد ان انت على مدار سنتين بس عملت 45 فيديو، ده بالنسبه لحد ان انت ما بتشتغلش. ده كده قليل جدا. يعني بالنسبه للناس اللي في السوق، في ناس يعني كلنا عارفين اساميهم بس بيحرقوا بالفيديو كل يوم عادي. لان الفكره كلها بالنسبه لي ان انا مش بعمل فيديو خلاص، يعني لو على بالظبط. فيديو خلاص لا كل يوم هنزل فيديو. يعني طب انت ايه اكتر حاجه يعني بتتعبك في شغل اصلا المحتوى بتاعك؟ التحضير طبعا، هو التحضير ده اهم مرحله. كتحضير كتصوير فكرة. ولا تحضير كفكره؟ فكره والتصوير طبعا انت بتبقى عارف اكيد، بس الناس لو ما تعرفش لا التصوير ممكن يقعد بين 5 و6 ساعات في مشهد لا يتعدى دقيقتين. يعني احنا دي فده للاسف يعني. انا بجد من اضاءه بقى طبعا زي ما انت عارف، وتصوير وتمثيل وقعدات والكلام دوت. انا ما كانش عندي مشاكل في ده قبل ما اعرفك يا فوزي. حبيب قلبي انا والله اكتشفتها العظيم. مع بدايه معرفتك. ربنا يعني. يكرم قصدك والله. والله يعني ربنا يكرم ده اصل ظهري بصراحه. انت تعبت معانا اقسم بالله. ربنا يكرم قصدك انت طب ورضوان. رضوان وراء الكاميرا دايما كده بس شاطر. حبك رضوان والله. المهم ايه رايك في الشغل على السوشيال ميديا؟ متعب. حاسس ان هو بيستهلك الانسان. يعني انا من تجربتي للموضوع، انا ما كنتش داخل السوشيال ميديا عشان اتشهر خالص، على قد ما انا كنت داخل عشان اقدم حاجه انا بحبها قوي وعايز اتطور فيها قوي، فاهمني؟ ولكن السوشيال ميديا عشان دايما تطور من نفسك لازم كل مره تعمل حاجه مختلفه بحيث ان الناس ما تزهقش منك ومن وجودك، فمهلكه لدرجه انك انت بتضيع طاقتك في حاجات انت على المستوى المادي انت مش مستفيد خالص، مش مستفيد ب2 جنيه ونص اصلا. على المستوى المعنوي طبعا انت كده كده اصلا برضه بيطلع عينك، وفي الاخر وساعات بتلاقي انتقادات وساعات ممكن ما تلاقيش ريتش، يعني حتى آه. التقدير بتاع اللي هو المفروض بنسميه ريتش ممكن ما يبقاش موجود على حاجه ممكن تعبت فيها جدا، فهي ما بتتقيمش بالريتش. بس يعني انا طالما انا مبسوط وطالما انا ببقى مرتاح خلاص انا تمام. طيب حلو. في برضو سؤال تاني معانا. كونك ممثل، يعني دي الحاجة اللي انت بتشتغل عليها طول الوقت. لو انت لو اتعرض عليك فيلم، هتفضل نوع مين من المخرجين تشتغل معاه؟ المخرجين دايما اللي فكرتهم هي اللي بتليد الموضوع، معنى اصح اللي هو انا بتكلم فيه. انا مش عايز مخرج يحطني في دور ويثبتني فيه طول المسلسل، لا عايز دايما ان الشخصيه دي تتطور ويبقى ليها احداث ويبقى ليها تطورات. فدايما بحب العب مع المخرجين اللي بيبقى عندهم فكره. الفكره هي اللي بتحركك، والفكره بتوديك وبتجيبك وتخليك تفكر انت كممثل. الفيجن بتاعته بالظبط. الفيجن بتاعته والرؤيه بتاعت الموضوع اللي بيتكلم فيه، الاخراج اللي هيبقى في الاخر يكون ده يبقى اهم حاجه. طب والله صح. طيب صحيح، على ذكر السؤال اللي سالته لك اللي هو الحاجات اللي انت بتعملها بتعملها عشان انت عايز تعملها ولا عشان الجمهور، في الوقت ده لو في حاجه انت شايف الجمهور عاوزها منك وانت مش مقتنع بيها، لو افترضنا ان انت هتعملها ازاي؟ هتعملها بالطريقه اللي هي الشخصيه محتاجاها، ولا هتعملها بطريقه تضيف لها؟ يعني مثلا مش عارف بص انا فهمت سؤالك. هي الفكره كلها دلوقتي لو انا فعلا في حاجه هعملها عشان الناس حباها او الناس فعلا هتشوف نفسها فيها بمعنى اصح، لان دي النقطه اللي انا بلعب عليها، هحاول اعملها بس من وجهه نظر انا.
وفي نفس الوقت الشخصيه دي هتتبلع ازاي او هتتقبلها ازاي انك انت تتفرج عليه، فاهمني؟ يعني مثلا مثال مين من الشخصيات اللي انت عملتها وانت مش حاببها اصلا؟ الشخصيه دايما اللي بيتكلم ابوه وحش، بس هي الفكره كلها ان للاسف ده بيحصل. انا ما بحبش حد دايما يتطاول على اهله، لان الاهل مهما كانوا اذا كانوا وحشين حتى دايما انت ممكن تتجنبهم، يعني فاهم حاجه؟ ده على قول الله تعالى يعني بالظبط، تتجنبهم وما تعملش اي حاجه معاهم غير انك انت تمام، يعني انا تمام، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس انا تمام. لكن الناس او الشباب بتبقى دايما ان هي ايه، انا هكلمهم وحش وهقعد افضي كل غضبي وهعمل اللي انا عايزه والكلام دوت، ومش مهم بقى مشاعرهم، مش مهم الدنيا دي. فما بحبش النوع ده من الفيديوهات، ولكن مضطر ان انا اعملهم لان اعبر عن الشباب اذا كان عندهم وجهة نظر او الكلام ده. طيب ماشي، عندنا ايه تاني؟ طب ايه من الشخصيات اللي انت عملتها كنت حاببها او انت كنت عاملها يعني كنت باذل فيها مجهود او كده؟ الشخصيات دايما اللي بيبقى فيها ارتباط ديت، الشخصيات دي كلها يعني مش عارف اقول لك، هي فيها كمية فيلينجز بالعبيط بتخلي الانسان يقعد يفكر قبل ما يقول الكلام. بس احنا الناس كلها عارفه ان انت مش مرتبط او مش في علاقه اصلا نهائي. نهائي. فعشان كده بقى تتخيل نحط نفسك في انك انت كانك، فتخيل بقى انت يعني الناس عارفه انك انت مش مرتبط وانت فعلا مش مرتبط مثلا وتحط نفسك بقى في الفيلينجز دي. فطبيعي بتبقى بتحط نفسك في زون مش بتاعتك بمعنى صح. ربنا يعينك انت بقى. ما دي بنشوفها بقى في اخر مره هي بيقول ايه مش عارف، بنشوفها في اخر مره عدد لا نهائي من اخر مره. بالنسبه لاخر مره ديت والله العظيم ببقى دايما بطمح ان انا اطلع افضل حاجه. هو مش ان انا اوصل لل100% بس، ولكن ليه ما اوصلش لل90 مثلا او ال95 بمعنى صح، فاهمني؟ طيب من وجهه نظرك يعني ده سؤال ممكن يكون مين بديل محمد رمضان؟ بديله في الساحه يعني دلوقتي في الحياه عموما؟ لا، هو محمد رمضان الصراحه ماسك سكه لوحده للاسف يعني. ده موجود حتى لو ما فيش، في ناس مش مقتنع بالكلام دوت، لا هو للاسف يعني ماسك حته بتاعته. حتى لو هو دايما بيغير، حتى لو هو ماسك مثلا حته الاغاني كان، لا هو شاطر. اوكي، رد دبلوماسي جدا. عشان محدش يزعل مني. طيب فوزدو لو هيعمل مسلسل او فيلم هيتحب تنزل في وقت فيه سيزون، ولا هتحب ان يكون في وقت مخصص بعيد عن لا اوت اوف سيزون. صح، مش عايز سيزون. لا كنت متوقع اجيب الشكل دي. طيب لو في نصيحه هتقدمها الناس بتعمل محتوى او بتصنع محتوى على السوشيال ميديا، هتقول لهم ايه؟ اتفرج كتير. لو انت لسه في الاول حاول، ممكن تقلد عادي جدا، التقليد مش عيب. المهم انك انت تطور من ده، يعني ما تفضلش تستمر في انك انت تقلده بس، لا ممكن تطور من ده. حتى لو قلدت في مره ما تاخدش كوبي بيست، خد كوبي ولكن اعمل تطورات للشخصيه او تعمل تطورات للمره بالظبط. لازم تحط بصمتك في اي حاجه. اوكي. طيب في فيديوهاتك على مدار هو كده في فيديوهات قبل مرحله ال45 او 50 فيديو بس في العموم من بدايه لحد دلوقتي بتعتمد ايه في فيديوهاتك اصلا؟ اكتر حاجه بعتمد فيها على الفيديوهات هي التصوير والتمثيل. دول اكتر حاجه بعتمد عليهم. الاخراج بعتمد عليه بشكل كبير طبعا، وده لا غنى عنه اكيد، ولكن اهم حاجه التصوير والتمثيل، لان يعتبر على الكلام بتاع السوشيال ميديا ان دول اكتر حاجه بيلفتوا النظر. مش كتير بيركزوا في الاخراج، فعشان كده بحاول دايما اركز في التمثيل. بالرغم ان الاخراج يعني الناس اللي في المطبخ اللي هو احنا يعني عارفين ان الاخراج ده اكتر حاجه بتاخد وقت وبتاخد مجهود، وده اللي بيخلينا نقعد مثلا ممكن نوصل ل8 ساعات تصوير بسبب ان انت في شوت لازم يتعب بشكل مظبوط او بطريقه مظبوطه. فهو الاخراج طبعا كده هوت، ولكن لازم على قد ما تقدر انك انت ترضي المنصه او المكان اللي انت بتعرض فيه شغلك عشان تكسب الناس اللي فيه. في العادي بتاخد وقت قد ايه في التصوير؟ وفي سؤال تاني هسأله لك ليه شبه ده بس يعني في العموم في وقت التصوير بياخد منك وقت قد ايه متوسط؟ متوسط من 5 ل6.
لو بصور اوت دور بيبقى مثلا 3 ساعات 4 ساعات. اوكي. وده بالنسبه للشغل السوشيال ميديا مش ده الطبيعي اصلا. لا ده السوشيال ميديا ده كده يعتبر قليل جدا. ممكن مشهد يقعد يومين تصور فيه. لا قصدي كالناس اللي بتعمل الشغل على السوشيال ميديا. لا السوشيال ميديا ممكن في يوم تخلص 3-4 فيديوهات اصلا بقى اصلا. طيب في سر هيستفيد منه ناس كتير بتحاول تبدا في صناعه المحتوى، اللي هو السؤال بقى بيجي بدايه من الفكره اللي انت بتحضر لها لحد تنفيذ، من تصوير لمونتاج للببلش بتاع الفيديو، اللي بعدين تبدا تحضر لفكره تانية. الوقت ده كله بياخد منك وقت قد ايه؟ البروسيس دي كلها بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ممكن الفكره تاخد مني يوم وممكن تاخد مني 3 شهور ولا حاجه. ده حرفيا في افكار بقى لها اكتر من سنه. كفكره ولا كسرد الفكره؟ كسرد الفكره طبعا. هي الفكره بتبدا مثلا بموضوع او بحوار انت داخله، ولكن بقى عشان تسرد القصه ديت بشكل واقعي او بشكل طبيعي او بشكل الناس تفهمه يعني. بالظبط. مبسط للناس بياخد ممكن شهر ولا حاجه، وممكن ياخد يومين على حسب الفكره. حلو. على حسب الفكره انت قريب منها ولا بعيد، فمحتاج انك انت تدور وتتفرج. طب لو افترضنا ان احنا جات لنا فكره على مدار يوم، فكده في يوم راح بدايه بقى من الفكره، بدايه من هنا لحد مرحله الفكره اللي هتيجي بعد كده، الوقت ده قد ايه تقريبا؟ يعني اسبوعين اسبوع كده يعني كحد متوسط اسبوع مثلا. اسبوع لا تمام كاسبوع. طيب احنا بنتكلم في اسبوع، ده متوسط الفيديو الواحد. تمام. ده بالنسبه لشغل عمل فوزدو. انا بسال السؤال ده لان في ناس مثلا بتبقى شايفه ان صناعه المحتوى ده شيء سهل وان هو مربح وان في ناس كتير بتخش فيه لمجرد ان عارفين ان في ناس بيجي لها فلوس عن طريق الفيسبوك او لا دي حقيقه. هو دي حقيقه طبعا، بس بتكلم في حته ان انت توصل للمرحله دي محتاجه مش اسبوع واحد، انت محتاجه اكتر من 100 اسبوع مثلا. بقى سنتين اهو. احنا بنتكلم طب استنى، احنا جينا حسبناها، ده حرفيا 100 اسبوع عشان توصل لمرحله ان انت يكون في انكم من اي منصه من ده اكيد. فانا بسال السؤال ده عشان في ناس كتير بتنجرف ورا الحته اللي هو ايه، لا المنصه دي بتدي فلوس واكيد الشغل ده سهل. لا الفلوس ما بتجيش بالسهل، وللاسف الشديد الناس فاهمه ان انت عشان مثلا بتعمل فيديوهات والفيديوهات فعلا ممكن تتشاف. فمثلا يقول لك بقى ايه، يقول لك ال 100,000 فيو عليهم 100,000 دولار، فبقيت انت كده غني. فلو يا سلام والله العظيم لو كلامك انت صح، انا عايز اقول انا اسمك بالفلوس لو كلامك حقيقي عادي. اقسم بالله سدد يوم مصر كلها، اقسم بالله. طيب خير ان شاء الله. بس هو تقريبا كده انا خلصت الاسئله اللي معايا. هي كانت تجربه كده، كنا عايزين ندردش سوا وهندردش مع بعض تاني اكيد. والمره الجايه اخويا رضوان هيبقى ضيف شرف. يعني لا مش لا عادي، هو هيكون انترفيو معاه يكون مذاكر بقى المره الجايه ان شاء الله. رضوان حد مهم وبس. طبعا فرصه سعيده طبعا، كان نفسي نتسحر. لا ان شاء الله هنتسحر كلنا ان شاء الله. انا يعني بس، ورمضان كريم واستنونا بقى الحلقه الجايه ان شاء الله. انا هختم هنا، استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع ضيف جديد وبس كده. حبيب قلبي، السلام عليكم.